ليش لازم مالي؟ مدير التسويق ومدير المشتريات دول طالعين دورة، ومدير نظم المعلومات عندهم ناس بيركبوا سيستم جديد دلوقتي. الحياة صراع ما بين الحق والباطل. ومع الأسف جريدة يومية قامت تضرب فينا وتضرب في شركتنا، وقامت تحارب الاستثمار. للأسف إنها قامت تحارب من يحاربون الفساد. ما حبيت أقول هالكلام لأن اتفقنا في اجتماعنا السابق أن نكون قلب واحد وفريق واحد، الكل يدافع عن الكل. أستاذ سهيل، ده صحفي مشاكس ودايما بيهاجم الناس الناجحين أمثالك. احنا ما نبي نحلو حلوة ونتابع، احنا في النهاية أهل بلد. ممكن خانع التعبير بالشرط انه يظهر له الحق، ولا بد من الحق ان يظهر. في النهاية انا وصلتني كل التقارير والنتائج اللي انتم كتبتوها عن الفيلم. صراحة وصلتوا للهدف المرجو اللي انا كنت ابحث عنه. ولكن في تعليق هني جدي، تعليق باسم الاخت سارة. وين سارة؟ أنا سارة. انا ما اقول ان سارة هي الافضل، بالعكس، كل واحد افضل من الثاني، وكل ما كتب خذ بعين الاعتبار. يعطيكم العافيه جميعا على ما كتبتم. وانت ساره، شكرا لك. عفوا أستاذ سهيل، لو تسمح لي، أنت شفت المدير الإداري هو بيصور الاجتماع بالتليفون بتاعه؟ يا شفت؟ أيوة، بس أنت ما شفتوش هو مرتبك وخايف، تحس إنه عامل عملة. وخير يا فهد، يمكن يصور الاجتماع يبي يوثقه. يا أستاذ سهيل، حسب خبرتي البسيطة اللي زي ده ما يعرفش يعمل حاجة من نفسه، أكيد حد مديله أوردر ومصنفه يعمل كده. يا سيد، احنا في الحياه محتاجين نطور. الامام احمد يقول تسعة اعشار حسن الخلق في التغافل. أيوة يا أستاذ سهيل، لكن لازم إحنا نكون حذرين. أنت شايف وضع الشركة يعني إزاي بس؟ الحمد لله على كل حال. وبعدين المثل يقول امشي عدل يختار عدوك فيه. ونحن الحمد لله نمشي بالسليم وفي حفظ الرحمن. والله أنا مش عارف أقول لك إيه، ولكن أنا أقول لك إن شاء الله ربنا يحفظك ويحفظنا جميعا يا رب العالمين. المهم ان الاجتماع كان مثمر. كان روعة روعة. شفت سارة؟ كانت حاجة عظمة في الاجتماع. اي ما شاء الله عليها، كانت في قمه النباهه، هذا الشيء واضح عليها. نصيبها يا استاذ اشرف.